هل انا هعمل وصفة الايس كريم الخطيرة دي وما اطلعش اقول لكم على الطريقة؟ مستحيل. يلا بينا نعملها مع بعض ونشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة ايس كريم المانجا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والمقادير بتاعته يعني هنضيف شوية برضو، هي مكلفة شوية بس علشان احنا عاملينه في البيت فلازم يكون غني ومغذي لأطفالنا، مش هيبقى زي بتاع بره. الفرق بينه وبين بتاع بره ان احنا عايزين نعمل حاجة فيها فايدة للأطفال، يكون مغذي ومفيد. انا هنا كده معايا نص لتر من اللبن او الحليب، ومعاهم نقطتين كده من الفانيليا او كيس فانيليا، وثلاث معالق كبار من الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وثلاث معالق كبار من السكر. السكر هنا في المقادير اللي انا عاملاها دي مظبوط، يا دوب على الشعره، يعني مش مسكر قوي اللي هو النفس تجزع منه، ومش السكر بتاعه برضو قليل، لا هو مظبوط على الشعره. لو عايزينه مسكر او بتحبوا الحاجه مسكره هنضيف معلقه كبيره كمان من السكر. المعالق اللي انا مستخدماها المعياريه معالق كبيره. بس بعد كده اللبن بتاعنا المفروض يكون ساقع جدا، او لو في تلج كمان يكون كويس. ومعايا حبايتين كبار من المانجا، يعني كده بمقدار قولي نص كيلو، ومقطعاهم وحطهم في الفريزر مجمدين شويه علشان يربط معايا الايس كريم بتاعي على طول. هبتدي انا كده بعد ما ضربت المكونات او الخليط الاول كده في الكبه بتاعتي او الخلاط، مفيش اي مشاكل. هبتدي انزل بقطع المانجا، هضربه كده في الكبه مجمده بس مش قوي. لو عايزه فيه قطع على حسب بقى، قطع كبيره او قطع صغيره ما تزوديش الضرب عليه، يعني ضربتين واستكفي بكده هتكون معاكي فيها قطع. او ممكن برضو بعد ما نضرب الايس كريم بتاعنا ونيجي نصبه في القالب او في العلبة بتاعتنا، نكون مقطعين مانجا كده، مجهزين مانجا كده مقطعينها، ونروح ضايفينها عليهم قلبينها وسايبينها، هيديكي برضو قطعة كده وانتي بتاكلي وهيكون طعمها تحفة. بس انا ما عملتش الخطوة دي بصراحة. ابتدي بقى اضرب كده الخليط بتاعي كويس، و هفضيه بقى او هصبه في القالب بتاعي او العلبه بتاعتي بتاعت الايس كريم، او علبه تلاجة يعني مفيش اي مشاكل. هفضي فيها الايس كريم بتاعي وابتدي ادخلها الفريزر، تقعد بقى على حسب ما هتجمد معاكي 3 ساعات، هتقعدها نص يوم على حسب الفتره اللي انت هتقعدها فيها، او على حسب ما هتجمد معاكي. ده كده الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كريمي جدا ومش خفيف قوي ومش تقيل قوي، زي ما انتم شايفين القوام بتاعه كده. ده كده الايس كريم المانجا بتاعنا. الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة كده خلصت، واتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وهتعجبكم باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد وطريقة جديدة باذن الله ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.